صباح الخير، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتم بتشوفوا الفيديو. النهاردة هنعمل مع بعض روتين صباحي ان شاء الله يعجبكم ويكون خفيف على قلوبكم. ما تنسيش لو انت اول مرة تتفرجي على القناة ما تنسيش تشتركي من الكلمة الحمراء اللي تحت الفيديو وتفعلي زر الجرس. عايزة بقى لايك حلوة منك الفيديو وخلينا بسرعة نبتدي. اليوم بتاعي النهارده بدأ بفنجان القهوة الحلو كده زي ما اتعودنا مع بعض. حسيت ان انا مصدعة جامد ومش قادرة اعمل اي حاجة في المطبخ قبل ما اشرب فنجان القهوة بتاعي. كمان حطيت جنبيه كده باكو بسكوت وقلت اشرب فنجان القهوة وارجع على المطبخ على طول. بعد ما شربت القهوة بتاعتي كنت حاطة حلة كبيرة كده فيها مية تغلي على النار عقبال ما اشرب القهوة. انا النهاردة هعمل معاكم الغدا بتاعي النهاردة بسيط وتقليدي جدا. هعمل ملوخية وفراخ. فاول حاجة طبعا عشان هعمل ملوخية فلازم يكون عندي شوربة. علشان يبقى عندك شوربة حلوة قوي وطعمها حلو لازم اهم حاجة تكون الفراخ مغسولة كويس جدا بالملح والدقيق ومنقوعة في مية بليمون وتصفيها كويس جدا علشان تديكي ريحة حلوة للشوربة. حطيت كمان بصلايه وطماطمايه مفرومين ومعايا البهارات ملح وفلفل اسود قرفه وجنزبيل، ورق لورا حبهان زعتر، كل دي منكهات بتبقى حلوه قوي للشوربه. اول ما الشوربه غلت ركنتها كده على جنب وابتديت ان انا احضر الرز بتاعي. طبعا الملوخيه عندي كانت جاهزه، الملوخيه اللي هي المجمده، فالملوخيه كانت جاهزه. فقلت اخلص من خطوه الرز علشان قبل النور ما يقطع اكون مخلصه الاكل كله. وانا بعمل معاكم الغدا عايزه ارد على تعليق من التعليقات السلبيه اللي جات لي على فيديو المطبخ. فيديو المطبخ ده للي ما شافوش كان عباره عن روتين مسائي في المطبخ بعد الغدا. كان المطبخ مكركب خالص، مكركب كل حاجه فيه كانت مكركبه. وانا روقت المطبخ معاكم وكل حاجه فيه روقتها والمواعين والبوتاجاز والحوض. وفي اخر الفيديو عملت زي جوله سريعه كده للمطبخ بتاعي بعد ما كان نظيف ومترتب. وقلت علشان يعني اللي حابب ياخد منه افكار ياخد منه افكار، واللي حابه ان هي تتشجع وتقوم توضب مطبخها يبقى الفيديو ده كنوع من انواع الفيديوهات التشجيعيه الحماسيه يعني. المهم جالي تعليق تحت الفيديو دوت، واحده بتقولي معلش بس مطبخك زحمة بزيادة ومخلي الشكل العام انه مكركب. المجات والبرطمانات الكتير والديكورات والشجر بتدي نتيجة عكسية ومش مريح للعين ولا للحركة ولا التنظيف. يعني عايزة اقول لكم ان انا شفت التعليق دوت انا اتصدمت بجد. اولا انا مش حاسة ان مطبخي زحمة خالص، ولا حاسه ان هو مكركب. واللي ما شافش الفيديو يرجع الفيديو تاني هحطه لكم في اول تعليق مثبت. قولوا لي رايكم فيه بصراحه. انا كل حاجه حطاها في المطبخ حطاها علشان تريحني انا ومش حد تاني. وبصراحة أنا لو المجات كلها حطيتها في ضرفة من ضرف الدولاب بتاع المطبخ مش هلاقي أماكن. والكلام ده كله أنا قلته في قلب الفيديو. أنا قلت بلاش كراكيب في دواليب المطبخ ونخلي الحاجات اللي احنا بنستعملها بس. لكن المجات يعني أنا دلوقتي هو واقفة بالصدفة قدام الكادر بتاع المجات ده بحب أصور عنده. بصوا المجات اللي على الحيطة شكلها عامل ازاي، تحس ان في تناغم كده وتحس ان هي عاملة شكل جمالي مش مجرد كوبايات عادية شكلها مبهدل. أنا معلقاها. المجات اللي ورا دي مجات الشوربه حجمها كبير، انا لو حطيتها في اي دولاب مطبخ اولا ممكن وانا بسحب اي واحد منهم ممكن يتكسروا. ثانيا انا بحتاجهم فانا مخليهم على الرخامه او بحطهم على فتحه المناوله. فاهميني؟ كل حاجه انا حطاها حتى البرطمانات اللي انا حطاها بتاعه الشاي والسكر والبن دي برطمانات شكلها حلو وفي نفس الوقت انا بستعملها طول الوقت. احنا طول الوقت بنعمل شاي وبنعمل قهوة صح ولا لا؟ فمش هفضل كل شوية افتح الظرف اجيب منها برطمانات. فاكيد الدواليب الالموتيل مش هتستحمل مجات وهتستحمل برطمانات مش هتستحمل الحاجات ده كله. الديكورات اللي هي محطوطة زرعة مثلا زي اللي محطوطة ديت يعني دي عاملة ايه في المطبخ؟ ايه الكركبة اللي هي عاملاها في المطبخ؟ بالعكس انا شايفة ان المطبخ بتاعي جميل وعاجبني. وطبعا كل واحد بيعيش في المكان او بيحاول يتكيف مع المكان اللي هو عايش فيه وبيخليه على حسب مزاجه. انا بتعامل مع المطبخ كأنه اوضة من الاوض اللي موجودة في الشقة. لازم يكون فيه سجادة، لازم يكون فيه ستارة، لازم يكون نظيف، حاطة فيه راديو بشغل فيه قرآن وساعات بشغل فيه اغاني، بحط فيه زرع. انا بحسه مكان حلو. ليه؟ لاني انا
90% من وقتي هو ضايع في المطبخ، مش في اي حتة تانية في الشقة. فانا ما اقدرش اقف في المطبخ وهو بلاط واحنا في الجو الساقع ده. ما اقدرش اقف في المطبخ والشباك ما عليهوش ستارة حلوة شكلها حلو وعاطية منظر حلو للمطبخ. بحب اكون حاطة فيه زرع، بحب احط فيه ديكورات، بحب يبقى عندي فيه مجات شكلها حلو. لو في مجات اتكسرت انا برميها، يعني انا بحب كده. وكل واحد بيعمل اللي هو عايزه، بس انا من واجبي كواحدة فاتحة قناة على اليوتيوب مفروض ان انا ليا رسالة. عايزه اقول لكم ان انا نزلت الفيديو بتاع المطبخ على الفيسبوك، جات لي تعليقات من بنات جميله قوي، وبنات حابه ان هي تجدد فعلا في مطابخهم، وسالوني على حاجات كتير قوي. اول حاجه سالوني عليها الستاند اللي انا معلقه عليه المجات. الستاند اللي بيتعلق عليه المجات طبعا هو كان جاي لي معمول مع الدواليب الالموتال، يعني الراجل اللي عمل لي دواليب الالموتال ركب لي الماسوره دي تحت الدواليب، بيتعلق عليها مجات او ممكن يتعلق عليها الطقومه بتاعه التوزيع او اي رفايع للمطبخ. وحاليا الماسوره دي بقى بتتباع فين؟ عند الناس اللي بتبيع المواسير بتاعه الستاير، او الناس اللي عندهم ورق الحائط ولوازم الديكورات، بيبقى عندهم الماسوره دي بتتباع بالمتر، هي واللوازم بتاعتها والتعليقات بتاعتها الهوكات، كل ده بيتباع عند الناس اللي بتبيع لوازم الستاير والبويات والديكورات وورق الحائط، هتلاقيها. كمان سالوني على الستاند اللي انا مجمعه فيه البرطمانات بتاعه البهارات. الستاند ده بلاستيك من الوطنيه، كنت جايباه من فتح الله. طبعا لو انت مش قادره تروحي فتح الله او ما عندكيش وقت، ممكن تلاقيه عند الناس بتاعت الادوات المنزليه. ممكن تاخديه سكرين شوت من الفيديو بتاع الجوله في المطبخ وتوريه للراجل بتاع الادوات المنزليه، ان شاء الله هتلاقيه عنده. حلوة قوي. كنت حاطه البرطمانات بتاعه البهارات، كنت مفرقاها شويه في الستاند وشويه في ضرفه وشويه في درج، فده عجبني ان انا جمعت فيه البرطمانات كلها قدامي وحطاها ناحيه البوتاجاز علشان يسهل عليا الشغل. انا جبت ليا وجبت كمان لسامي، حلو وعجبنا جدا وسهل كمان في النظافه. كمان صاحبه التعليق السلبي دي اتكلمت على انه بيكون من الصعب ان انت تنظفي المطبخ لما يكون مليان بالديكورات، وده طبعا مش صحيح، لان انا مهتميه جدا بنظافه كل حاجه في المطبخ. انا لما اجي اعمل التنظيفه العميقه للمطبخ بعملها كل اسبوعين. كل الديكورات اللي انتوا شفتوها بنزلها كلها في الحوض بتاع المطبخ، وبتتغسل بالاوكسي وبالميه السخنه وبتتنشف وبترجع تاني لاماكنها علشان ما يتراكمش عليها اي نوع من انواع الدهون. في بنوته كمان سالتني على الرخامه بتاعتي، بتقولي الرخامه بتاعتي شبه الرخامه بتاعتك، لكن الرخامه بتاعتي مجيره، انتي بتغسليها بايه؟ انا مش بستخدم الكلور ولا الخل للرخامات علشان تفضل بتلمع زي ما انتم ما بتشوفوها كده. كمان معايا البخاخ اللي هو فيه الصابون السائل ومزوداه بميه، ده اللي انا بمسح بيه الرخامه كل يوم علشان احافظ عليها. وبس كده خلص الغدا بتاعنا النهاردة. ملوخية وفراخ ورز بالشعرية، وعملت كمان شوربة لسان عصفور علشان جنى بتحبها. عايزاكم تجربوا الفلفل بالطريقة ديت، حتى لو هتقليه في الزيت وما عندكيش الاير فراير، هتعملي التومة بتاعته كلها على البارد، يعني مش هتحطيها في طاسة ولا اي حاجة. تومة، وهتحطي شوية ملح، شوية بابريكا، شوية كمون، معلقة كبيرة من الخل، هتقلبيهم مع بعض وتحطيهم على الفلفل وتتبليه بيه وتسيبيه، طعمه بيبقى حلو قوي. الحمد لله اتغدينا، ودلوقتي كنا بالليل الولاد كانوا طالبين مني كيكة شوكولاتة. هنعمل مع بعض كيكة شوكولاتة سهلة جدا، طعمها زي الجاتو بالظبط. معايا كوباية ونص من السكر، كوباية من الزيت، 4 معالق كبار كاكاو خام، وكوباية من اللبن، وهضربهم في الخلاط كويس جدا جدا للناس اللي ما عندهاش المضرب بتاع الكيكة. طبعا انتوا هتلاحظوا انا بحط من كل حاجة كوبايتين، لان الكوباية دي المعيار بتاعها نص، فعشان كده انا حطيت اللبن مرتين. لكن انت هتلتزمي بالمقادير اللي انا قلتها دلوقتي: 1.5 سكر، 1 زيت، 4 معالق كبار كاكاو خام، وكوباية لبن. طبعا انا مش هحط البيض دلوقتي علشان انا هفضل اضرب الخليط ده لغاية ما يتقل معايا ويطلع لي صوص شوكولاتة حلو جدا وبمنتهى السهولة.
طبعا اول ما هحس كده ان السكر بتاعي داب وما بقاش فيه اي تكتلات منه ولا من الكاكاو الخام، هجيب مج كده حلو من عندي وهحط فيه صوص الشوكولاته وهدخله التلاجة، وابتدي اكمل بقيه المكونات بتاعتي. اهم حاجه ان انتي ما تحطيش بيض، ما ينفعش طبعا نحط بيض وبعد كده نيجي نحطه على وش الكيكه من بره، ما ينفعش طبعا لان ده هيكون بيض ني. اخدت كده مج هدخله التلاجة وهرجع تاني احط باقي المكونات بتاعتي. معايا كوبايتين الاول هحط البيض، معايا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة وكيسين من الفانيليا، وهحط معلقة كبيرة من الخل لان الخل بيدي هشاشة حلوة قوي للكيك، وكمان بيكون زي محسن طبيعي للكيك، بستخدمه في كيك الشوكولاتة والكيك العادي. برضو هضربهم كويس جدا وهبتدي احط الدقيق. الدقيق عندي انا حطيته بالتدريج، حطيت كوبايتين من الدقيق عليهم كيس من الكيك شيف. في ناس كانت بتسأل في فرق ما بين الكيك شيف والبيكنج باودر. لا، ولو استخدمتي واحد ما تستخدميش التاني، يعني انت لو عندك كيك شيف هتستخدميه بس، ما تحطيش بيكنج باودر. هو بيكنج باودر بس الماركة بتاعته اسمه كيك شيف. هو الحلو في كيك شيف ان هو محسن للكيك، وبيديها برضو يعني هشة كده بتبقى حلوة في الكيكة، يعني بيحسن من جودة الكيكة للناس اللي بتفشل معاهم الكيكات. انا مش كل الاوقات بجيبه يعني. طبعا انا لاحظت ان القوام عندي تقيل شوية فحطيت عليه معلقة صغيرة من اللبن، وابتديت ان انا اضربهم كده كويس. وفي الاخر بقى هضطر بالاسباتيولا ان انا الم كل الخليط اللي هو على البولة من الجنب، هبتدي كده المه. وجيت في البايركس عندي مبطناه بالفرشة كده، حطيت شوية زيت وبعدين حطيت معلقة من الدقيق، والفرن كنت مولعاه على درجة حرارة 180، وهدخل الكيكة واستناها لما تخرج ونشوف هنعمل فيها ايه. طبعا بتخبطي الكيكه كده خبطتين علشان تخرجي منها اي هوا، وهدخلها الفرن ومش هفتح عليها خالص لغايه يعني بعد تلت ساعه هبتدي ان انا اشوفها. وبعد ما اتأكدت ان الكيكة استوت ابتديت ان انا اعمل فيها فتحات بالسكينة او تعمليها بالشوكة، المهم ان هي تكون مفتحة من كل حتة علشان تشرب الصوص اللي انا هحطه. الصوص بتاع الشوكولاتة زي ما احنا هنشوف دلوقتي تقيل وغني وبيلمع، طبعا اللمعة اللي فيه دي كانت بسبب الزيت، وتقل لما دخل التلاجة. صوص حلو قوي احسن من الصوصات الجاهزة اللي احنا بنجيبها من بره، وكمان عملناه في البيت بطريقة اقتصادية ومش مكلفة خالص. الكيكة دي من الكيكات اللي لازم تتاكل وهي باردة، يعني انا بعد ما سويت الصوص بتاع الشوكولاتة فوق الكيكة هدخلها التلاجة تقعد ساعة او ساعة ونص علشان الصوص يمسك كده والكيكة كمان تشرب جزء من الصوص ويخليها طرية. يلا بينا بقى نشوف دلوقتي كيكة الشوكولاتة بعد ما طلعت من التلاجة. طبعا يعني شكلها بيتحدث عن طعمها. هقطعها كده من النص وهطلع قطعة منها وهوريها لكم. وبكده طبعا هيكون الفيديو بتاعي النهاردة خلاص. بتمنى ان الفيديو بتاعي يكون عجبكم. شكرا لكل حد كتب لي كلمة حلوة على اليوتيوب او على الفيسبوك، وشكرا برضو لكل حد كتب لي كلمة وحاول ان هو يضايقني بيها، بس انا في الحقيقة انا ما بتضايقش. الحمد لله الحمد لله، اللي عنده هدف ما بيسمعش الكلام اي حد وما بيبصش وراه. بتمنى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم ويكون خفيف على قلوبكم. ما تنسيش لو عجبك الفيديو تدعميني باللايك تحت الفيديو والاشتراك في القناة لو انت اول مرة تتفرجي على القناة. شكرا ليكم، سلام عليكم، باي باي.